الذي بات عاشقا للفرجة والإثارة وكذا المتعة الكروية التي افتقدناها في ملاعبنا الجزائرية. الكلاسيكو بعيون جزائرية مع فتح بوشانان. الحدث كلاسيكو الأرض بين الريال والبرصا، المسرح ملعب البرنابيو بمدريد، والعنوان الأبرز متعة فوق العادة للساحرة المستديرة. هذا ما يشد أنظار الجزائريين السبت في مباراة باتت تقليدا للمناصر العاشق لسحر كرة القدم في ظل فقدانها في ملاعبنا الجزائرية. بارابور الناس اللي باغيه البارسا تربح، انا جو كو الريال با غانيي. هذا السبت ان شاء الله غادي تشوفوا بارتيات طرطق، غادي تشوفوا ميسي. بين مناصر للريال ومتوقعا فوزا يعيد الميرانجي لسباق الليغا وعاشق للبلوغرانا ومعها البرغوث الأرجنتيني ميسي، انقسمت ترشيحات الجزائريين حول النتيجة، وإن كان الإجماع يصب في رواق واحد: المتعة مضمونة. في زوج يحبوا مدريد وفي زوج خدموا كيف نربحوا ان شاء الله 2-0. انا نتمنى كريم بنزيما في زوج. انا نحب البارسا ولي كلاسيكو باينين، ما 50-50. كلاسيكو الأرض كما يحلو لعشاق المستديرة تسميته لا يقتصر عشقه على الأنصار فقط، بل للأخصائيين لمستهم في عشق ناديين لطالما كان عنوانا للفرجة، المتعة والإثارة. تكون مقابله ثانيه، يعني راح تكون مقابله، راح نشوفوا مقابله يعني في القمه، ما يعني الوحده تاع العشيه، راح نشوفوا مقابله كما ما في نشوفوها كلاسيكو، يعني اللي يكون عنده الحظ، يعني اللي يكون مركز مليح يفوز بالمقابله. لا صوت يعلو فوق صوت الكلاسيكو، هكذا يعيش الشارع الكروي الجزائري موقعة البرنابيو، عشق منقطع النظير للبارسا والريال، والخلفية واحدة: متعة كروية ما بعدها متعة في مباراة الفرجة المضمونة.